بالخطوات دي هتتخلصي من رائحة العرق الكريهة، بالذات مع الصيف والحر الشديد. هتقضي تماما على الرائحة الكريهة. اعرفيهم وجربيهم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير، ويكونوا اطفالكم واسرتكم في اتم الصحة وكمان في احسن حال. النهاردة ان شاء الله فيديو مهم قوي للحر. بيكون فيه زيادة شوية في العرق، وفي منا كمان بيكون العرق ليه ريحة نفاذة، فبيكون الموضوع محرج شوية وبيضايق شوية علشان رائحة العرق الكريهة دي. نبدأ ان احنا ندور على خطوات نعملها، حاجات نشتريها، كل ده علشان نتخلص من رائحة العرق الكريهة. النهاردة هقولك ايه الخطوات اللي فعلا تخلصك من رائحة العرق الكريهة، وكمان هقولك على الاكلات اللي بتزود من رائحة العرق الكريهة بالجسم، وايه الاكلات اللي تزود من رائحة العطرة للجسم. واهم حاجة تشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا وكل حاجة تفيدك وتفيد اولادك. وما تنسيش تحطي لايك منك يا احلى امهات ويا احلى متابعين. ويلا نبدأ. اول حاجه هقولك الاطعمه اللي تزود من رائحه العرق الكريهه بالجسم، وايه كمان العكس، يعني الاطعمه اللي تخلي رائحه العرق تكون حلوه وتكون ريحه الجسم حلوه. هقولك ايه هي، ويلا نبدا بالرائحه الكريهه. اطعمه بتزود شويه رائحه العرق الكريهه زي الحلبه، ودي بنلاحظها بعض السيدات بعد الولاده. بتبدا الام مثلا مامتها وحماتها تديها حلبه تشربها علشان تزود من كميه اللبن، وبعدها تبدا تلاحظ ان العرق ليه ريحه، رغم ان هو ما كانش ليه ريحة قبل كده، بس بعد شرب الحلبة كتير بقى فيه ريحة للعرق. وده طبيعي لان الحلبة من المشروبات اللي بتزود من رائحة العرق الكريهة. طيب عندك حاجة كمان، اللحوم الحمراء، برضو لو كلتي بكمية كبيرة يوميا هتلاحظي في رائحة كريهة بالعرق. عندك في التوابل زي الكاري والبابريكا، برضو الكمية، يعني لو بتحطي حاجة بسيطة يوميًا مش هتأثّر معاكِ ومش هتلاحظيها أوي. طبعًا مع الشاور اليومي ومع الحاجات اللي إحنا بنستخدمها معطّرة مش هتلاحظي، لكن لو بتستخدمي الحاجات دي بكمية كبيرة ويوميًا هتلاحظي فعلًا الرائحة الكريهة في العرق. عندِك كمان في حاجات في الخضار زي التوم، البصل، الفجل، بيغيّروا جدًا من ريحة الجسم. عندك كمان في خضار زي الكرنب، القرنبيط، البروكلي. البروكلي لو كلتي منه كتير يوميا هتلاحظي برضو تغيير في رائحة الجسم، وتكون شوية مش حلوة. طيب ايه بقى الاكلات اللي انا لو كلتها بتخلي رائحة الجسم عطرة وجميلة؟ عندك اول حاجة الليمون، حلو قوي، بيدي برضو انتعاش للجسم وما بيخليش رائحة العرق كريهة. عندك التفاح نفس الكلام. عندك الطماطم والبقدونس، حلو قوي برضو في اكلاتك، فيهم لو كلت منهم يوميا مش بيأثروا خالص في رائحة العرق. عندك الكرفس والنعناع، والنعناع ده حاجة هايلة جدا. هقولك على مشروب تعمليه يخلصك من رائحة العرق الكريهة، وتكملي معايا الفيديو وتعرفي حاجة خطوات هتهمك قوي في التخلص من رائحة العرق الكريهة. عندك كمان البرتقال، يبقى انت عندك مشروبات حلوة قوي تعمليها في الصيف زي الليمون، النعناع، البرتقال، حلوين جدا يخلصوكي من رائحة العرق الكريهة للجسم. عندك كمان الشاي الأخضر، وكمان القرفة والمرمرية، وطبعا شرب المية كتير. يبقى كده الأكلات اللي بتخلي الجسم ريحته حلوة قلناها، وكمان اللي بتخلي الجسم رائحته مش حلوة قلناها. نيجي بقى للخطوات اللي فعلا لو انتي مشيتي عليها هتغير جدا من رائحة العرق الكريهة معاكي. اول خطوة ومهمة قوي وهتخلصك فعلا من رائحة العرق الكريهة، او لو كمان في جسم في الصيف بيكون جسم كله بيعرق، مش بس تحت الإبط، لا بيبقى كله بيعرق، بيكون العرق عنده زيادة، فبيحس ان رائحة العرق عنده كريهة، فبيبدأ ان هو لازم يعمل الخطوات دي علشان فعلا تجيب معاه نتيجة وتخلصه خالص من رائحة الجسم الكريهة. عنده اول خطوة لازم الشاور يوميا، مرة او اتنين في فصل الصيف والحر الشديد. دي نقطة مهمة جدا تخلصك من رائحة العرق الكريهة. ولازم بعد كل شاور تجففي الجسم كويس، وتبداي تستخدمي مزيل العرق بتاعك، بس يكون مزيل عرق طبي، يكون ما بيسمرش المنطقة ولا بيحسس المنطقة، علشان بس منطقة معاكي ما تلتهبش او ما تسمرش. تمام، يبقى انت بتاخدي شاور مرة او اتنين يوميا، بتجففي الجسم كويس، وبعد كده بتستخدمي الديودرانت بتاعك. طيب مزيل العرق ما ينفعش، اللي هو الديودرانت ما ينفعش تجدديه من غير ما تغسلي المنطقة كويس، لان بيكون في ناس مثلا انا خلاص النهارده خدت شاور الصبح، عملت مجهود ونزلت اشتريت حاجات ورجعت، فانا حاسه ان كده ايه، في انا عرقت، فانا هبدا احط مزيل عرق تاني. لو حطيتي مزيل عرق على العرق اللي موجود تحت الابط، او رشيتي حاجه على جسمك وهي عرقانه، للاسف هتدي نتيجه سلبيه خالص، وهتبدا ريحه الجسم تبقى مش حلوه. علشان تدي مفعول ايجابي ويكون الريحه حلوه وعطره،
لازم تغسلي المنطقة كويس، حتى لو تحت الإبط بس اغسلي المنطقة كويس وجففيها، وبعد كده جددي مزيل العرق بتاعك. طيب تاني حاجة على فكرة اللي بيخلي رائحة العرق تحت الإبط مش حلوة هي البكتيريا، مش زيادة العرق. البكتيريا مع العرق مع الحرارة بتتفاعل وتخلي الرائحة مش لطيفة. علشان كده لو انتي بتحسي ان رائحة العرق معاكي زيادة، لازم تستخدمي في الشاور بتاعك وفي الحموم هو صابون مضاد للبكتيريا. المضاد البكتيريا ده هيقتل كل البكتيريا اللي موجودة على البشرة، فبالتالي لما تاخدي الشاور او تغسلي المنطقة تحت الإبط يبقى انتي خليتيها خالص من اي بكتيريا. هتحطي مزيل العرق هيعمل افكت كويس معاكي جدا، وهتكون الريحة لطيفة جدا. طيب عندك نوع صابون البكتيريا زي ايه؟ زي تراي تكت، حلوة جدا، هتلاقيها متوفرة في اي صيدلية، وكمان سعرها يعني متوسط، مش غالية قوي ومش رخيصة خالص، هتلاقيها سعرها متوسط. فياريت تجيبيها وتخليها بس في الاستخدام لو تحت الإبط، لو انتي العرق بيكون تحت الإبط بس. لكن لو بتعرقي في كل الجسم زيادة، حاولي تستخدميها مرتين ل3 في الأسبوع علشان تقضي معاكي من البكتيريا. طيب تالت نقطة، ونقطة مهم قوي في الصيف، هي المشروبات. ومن أهمها هقولك على مشروب حلو قوي يخلصك من ريحة العرق الكريهة، وكمان يجدد ريحة الجسم ويجدد نشاط الجسم، فبالتالي حلو قوي قوي. هو ايه؟ عبارة عن نعناع، لافندر، وقرنفل. التلاتة دول بيبقى متوفرين عند اي عطار، هتجيبي منهم وتخليهم عندك فعلا، بس ياريت لو الحر شديد سيبيهم في التلاجة، بيدوا افكت احلى. تمام. هتجيبي بقى تحضري المشروب ده ازاي؟ هتجيبي نعناع نص معلقة، وهتجيبي لافندر نص معلقة برضو، وهتجيبي عودين من القرنفل. تقلبي 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 وتسيبيهم شوية، وبعد كده تصفيه وتبدأي ان انت تشربيه. ممكن تغليه على النار شوية وبعد كده تسيبيه يهدى خالص. احنا هنشربه بارد مش هنشربه سخن. وتصفيه وتشربيه، حلو جدا، بيدي انتعاش ورائحة عطرة جميلة للجسم. طيب رابع نقطة بقى، يعني لو انتي العرق معاكي بيكون في الجسم كله مش بس تحت الإبط، والريحة بتكون مش لطيفة، وده بيكون شيء محرج جدا لو انتي بنوتة وعايزة تلطفي من الموضوع ده، لازم نجيب باودر للجسم، زي عندك زي ألو إيفا أو إنشايتر. عندك الألو إيفا متوفر في أي صيدلية، وعندك برضو إنشنايتر موجود برضو، بيكون برائحة يعني مختلفة، في بقى الورد وفي العود. يعني لو مثلا عايزة تجيبي بقى باباكي لجوزك مش ليكي، هاتيله بالعود. تمام. حلو قوي. هتبداي بعد ما تاخدي الشاور تجففي الجسم كويس، تبداي ان انتي بالباودر ده تستخدميه على جسمك كله وترطبي بيه جسمك، هيحسن معاكي من ازدياد افراز العرق، وكمان هيحسن معاكي من رائحة العرق الكريهة. خامس خطوة وهي آخر خطوة ومهمة قوي ليكي، وياريت لو عملتيها بجد هتفرق معاكي. لو انتي بتروحي مشاوير، بتروحي الشغل، تروحي الكلية دروس، فبالتالي في الحر ده بيزيد معاكي العرق، عايزة تتخلصي من النقطة دي ورائحة العرق الكريهة، اعمليها وصدقيني هتفرحي جدا. انك تلبسي هدوم قطن. القطن اولا بيمتص العرق الزايد من الجسم، وحاجة تانية كمان ان هو بينشف بسرعة. فانت لو بتعملي مشاوير في جو حر هتبدأي ان جسمك هيعرق، ده طبيعي. الملابس القطن اللي انت لابساها مش هتزود من العرق ده، مش هتخلي العرق يكون فيه ازدياد. تاني حاجة مش هتهيج معاكي البشرة، لان البشرة ملامسة ليها ملابس قطن. تالت حاجة ان الهدوم دي هترجع تنشف بسرعة، لان هي ايه؟ من قطن، فالقطن بينشف بسرعة، غير المصنوع التاني زي الجنسات، الحرير، التانتيل، الحاجات دي بتاخد وقت شوية. تمام. لكن انت البسي قطن هيفيدك جدا في ايام الحر والصيف. كمان حاجة تانية، ياريت تلبسي الوان فاتحة الصبح في وقت الشمس الجامد، هتريحك جدا من اشعة الشمس التقيلة واحساسك الكبير بالحر. غير كده كمان ان الغوامق الصبح في وقت الحر بتزود من احساسك الجامد بالسخونية، فبالتالي هتعرقي اكتر، ورائحة العرق هتظهر معاكي اكتر واسرع. علشان كده البسي قطن احسن والوانها تكون فاتحة. الخطوات دي هتريحي جدا من ان هي تقضي على رائحة العرق الكريهة. وان شاء الله فيديو يكون خفيف عليكم وتستفادوا منه، وما تنسوش تحطولي في التعليقات تجربتكم، ان شاء الله هتكون تجربة ممتازة. لو تنسوش كمان تحطولي لايك للقناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. شكرا ليكم وشكرا على المتابعة. باي باي.